النهاردة الموضوع الخامس من مادة المهارات المهنية للصف الرابع، والعنوان هو المحافظة على سلامة الطعام. طبعا الأول لازم نعرف ليه أهمية المحافظة على سلامة الطعام، وعندنا إرشادات السلامة الغذائية. الطعام بيفسد لما بنحفظه بطريقة غير مناسبة، وبتبتدي تظهر عليه الكائنات الدقيقة زي البكتيريا والعفن والفطريات اللي هي أصلا بتعيش اوريدي في الهواء وعلى سطح المطبخ وبتظهر في الطعام. لماذا يفسد الطعام؟ يفسد الطعام على حسب نوعه. يفسد اللحم والدجاج والسمك واللبن عند تركه خارج الثلاجة لأكثر من ساعة في درجة حرارة مرتفعة. بالنسبة للخضروات عند تركها خارج الثلاجة بتبدأ بالتخمر وتصبح لينة وتظهر عليها بقع داكنة وتفوح منها رائحة الحموضة. طيب الطعام بيفسد داخل الثلاجة؟ ممكن يفسد الطعام إذا ترك لفترة طويلة داخل الثلاجة. بعد كده إرشادات المحافظة على سلامة الطعام، ان احنا طبعا لازم استخدام المكونات الطازجة، ابقاء اللحوم ومنتجات الألبان في الثلاجة لحين استخدامها، غسل الفواكه والخضروات، استخدام لوح تقطيع وسكين يكونوا نظيفين، غسل اليدين باستمرار واستخدام الصابون، تغطية الشعر وربطه من الخلف، طبعا استخدام المنضدات او يعني الترابيزات اللي هنقطع عليها بتكون نظيفة ومعقمة قبل الاستخدام. بعد كده عندنا تجربة بسيطة نقدر نعملها بس لازم حد كبير يساعدنا. المواد اللي هنحتاجها هي 3 أوعية مع اغطياتها، ظرفين من الجيلاتين، مكعب واحد من مرق لحم البقر، 250 ملي من الماء، معلقتين صغيرتين من السكر، أعواد قطنية ملصقات يمكن الكتابة عليها، فوطة مطبخ. الخطوة الأولى، قم بغلي الماء وأضف إليه السكر ومكعب المرق والجيلاتين واخلطهم جيدا، يعني دول هيكونوا بمثابة الطعام اللي احنا هنتركه. هنقوم بتغطية الخليط واتركه جانبا لبضع دقائق. بعد كده هنحطه في أوعية 3 وهنغطيهم بفوطة المطبخ النظيفة. هنستخدم بعد كده الأعواد القطنية وهنعمل بيها مسح ل3 حاجات: سطح الأرض ولوح التقطيع وحافظة أقلامك، وهنجرب كده نشوف هينمو ازاي البكتيريا. بعد كده هناخد الأعواد دي وهنغرسها في او هنمسح على الأطباق. يعني يا ولاد الطريقة دي في المعامل بيسموها الزراعة على الأطباق، زراعة البكتيريا، عشان نحللها ونشوفها تحت الميكروسكوب، بس انتوا مش هتحتاجوا ده. فهنمسح على كل وعاء. بعد كده هنحطه في مكان آمن عشان ما حدش يلمسه ولا يقع على حد، ونحافظ على التجربة بتاعتنا، وهنلاحظ بعينينا تكون البكتيريا. بعد 3 أيام هتكون قليلة، وأسبوع بتزيد، 10 أكتر، أسبوعين هنلاقي ان البكتيريا انتشرت على السطح بشكل كامل. فالملاحظة أو النتيجة ان احنا بيزداد نمو العفن والبكتيريا مع مرور الوقت، وهو ده اللي احنا عايزين نوصله أو عايزين نفهمه في الدرس ده لحد ما تكبروا وتفهموا الموضوع بشكل أكبر. دلوقتي طبعا ميعاد الأسئلة. احنا دايما بأكد مادة المهارات مادة خفيفة، الأسئلة بتيجي صح وغلط أو اختيارات أو أكمل. خلينا نقول أول سؤال مع بعض: يجب استخدام لوح تقطيع نظيف عند تقطيع الخضروات واللحوم؟ طبعا صح. غسل اليدين بالماء والصابون ضروري للمحافظة على سلامة الطعام؟ صح. ليس من الضروري ربط الشعر أو تغطيته أثناء تحضير الطعام؟ غلط. إبقاء اللحوم ومنتجات الألبان خارج الثلاجة لا يؤثر فيها؟ غلط. يجب استخدام مكونات طازجة عند تحضير الطعام؟ صح. بقية الأسئلة أنا هسيبها لكم، ولو في حاجة وقفت معاكم سيبوها لي في التعليقات. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك.